إخوان أخوات، السلام عليكم. نتمنى يكون الجميع بخير وعلى خير في صحة جيدة. من جديد هذه القضية ديال لين ماسك كيظهر إذا كان في صراع على الصعيد الدولي بين الدول لدرجة أن سيلوكو يعني كيف كيقولوا الأفلام ديال الكوبوي بين الدول، بحيث أن لاحظنا أن أمريكا كتحترم حتى شي واحد. كاين تهم متبادلة على الصعيد الدولي، كيمشيو للشينوا كيكون كوموند ديال هاد الدوله كيزيدوا بالفلوس و بيمون ايميديا باش يزولوها لهم. كاين صراع كبير، وكيظهر لنا في المغرب هاد لي ماسك داروا مشكل، وكنلاحظوا الاعتقالات وبكثره. وكان الاعلام سلط الضوء على واحد الاعتقال ديال ولد المحامي زيان والتهمه الموجهه اليه. وها من جديد ولد محامي اخر معروف وحقوقي معروف، وفي الخرجه ديالو حاول يخفف من التهمه اللي موجهه للولد ديالو، وقال بانه ما عرفش باللي مزورين واشياء اخرى. مثلا ماشي شي حاجه، شرا اثمنه قليله ويعني شي عدد من الدراهمات، ماشي شي حاجه. وبالتالي الارباح اللي حقق ماشي قرار اقتناء 1000 كمامه بثمن 30 درهم الوحدة، حيث يقوم هؤلاء التجار بإعادة 52 درهم، يعني 21 درهم. وبالتالي إلا شفنا هذه المسألة ومنين جاو الأقنعة ديال 0.80 درهم، ما بقى فيهم ربح، ما بقى فيها. ربما هذه حقيقة ما يمكنناش. واللي عجبني في هذا الكلام ديالو لأن هذا هو الواقع، قال لك هو كبير وبالتالي ما عنده علاقة معاه هو لي ماجوري فاكسيني. وبالفعل كاين بعض الإخوان كيحاولوا يهضروا على الولد كنفس الشيء لزيان، نفس الشيء لزيان. هما كيمشيو للاب كانه اب مسؤول على لي ساكت ديال الابن ديالو اللي ماجوري فاكسيني، في حين ان اللي ماجوري فاكسيني هو اللي كيتحمل المسؤوليه. وبالفعل لان مساله خطيره، لان المتابعه بعد ديال ولد زيان هي les accusations d'escroquerie ou de participation à la production et vente des produits défaillants et dangereux, en l'occurrence les masques. هنا مسألة خطيرة، باش انت تنتج دير واحد النص ولا دير بارتيسيبي للانتاج ديال وتبيع، راه انتاج سيرتو الانتاج ديال برودوي ديفايون اي دونجورو، راه مسألة خطيرة. هنا الولد ديالو واش شرا فقط، واش كان ضحية للبيع والشراء، لان ليميتاسيون اليوم راه كتكون واحد السوق على الصعيد العالمي بمليارات الدولارات، والشينوا قويين في هذا الميدان لدرجه ان شحال من منتوج كيتباع في السوق المغربي وكيقول لك راه جيرماني ولا ايطاليا، في حين انه منتوج صيني. لان خص المراقبه تكون كبيره باش تعرفوا صناعه، يعني لو برودوي نعرفوا لو بي ديال المنشا، لو بي دوريجين، باش من هنا كتكون في لادوان. وظهرنا في السوق المغربي كان فيه منتوجات كثيره وما كنعرفوا منين جايه. بالطبع كاين اللي ماشي ما عندهاش اهميه كبيره، وبالتالي السميه اللي كتغلي، ولكن كاين منتوجات كيكون دو كاليتي انت كتجي كتزورها، وإلا شتي شي حاجه صغيره كيغيروها باش يبيعوه. وهذا السوق على الصعيد العالمي كبير. والخطير في الامر في هذه القضيه هذه، وكنت قلتها على ولد زيان، ان ولد زيان متابع بالانتاج، لان الاخرين يمكن تقول انا اشتريته ما خبرش، لان سوء النيه ما كايناش، اشتريتيه بلا فاكتور، وبالتالي ربما الامر كذلك ربما لا. وان هذا لي ماسك، في حين ان ولد زيان متابع الانتاج ما يمكنش تقول انا اشتريته ما عرفتش، لان انت اللي وضعتي للسيجل، انت اللي درتي بانه يتساجي دو اف بي 2، ماشي شريتيه في السوق وما عليه هذاك يعني لو نو، ماشي انت اللي وضعتيه. اذا المنتج راه عنده الموفيز فوا وخص يتعاقبوا، وخاصة المسألة خطيرة جدا، لأن الكوميرسياليز سيرتو بري دو بيرسونيل سوانيون، دي انفيرميير، دي دكتور. وهاد الناس انفيرميير ودكتور اون جينيرال، الناس اللي خدامين في السبيطارات
هما كي سون بروميير لين، يعني هما اللي كانه يعني جيش في حرب ديال كورونا فيروس، لان بالفعل هو الامر كذلك. ولكن الا مشيتي انت بعتي لهم لي ماسك ديفايون اي دونجورو وماشي بصح اف بي 2 ولا بروتيكسيون ديال اف بي 2 راه 80% ماشي 100% ديال الماسك دو شيروجيكال لي بلو فيابل اونكور كو هادي. اما العاديين راه ماشي لا شي حاجه، ولكن مع لا ديستانسياسيون كتبعد على بنادم كذا كيساهموا في لا بروتيكسيون. اذا لا بروتيكسيون مزيانه واخا ديروا ارتيزانال. ولكن هادو راه مشانا للجيش، مشاو لي بيرسونيل سوانيون، مشاو يبيعوا للدكتور لي زانفيرميير اترافير لي فارماسي الى اخره. هادو الا ماتوا هادو شكون غيدافع على البلاد؟ انا نفس الشيء بحال الجيش، شكون غيدافع على البلاد؟ شكون غيدافع على المواطنين اللي مرضين؟ الا قتلتيهم لاغمي اللي كي لوت اللي كيدافع ضد كورونا فيروس وقتلتيه انت، شكون اللي غيدافع؟ اذا البلاد صافي راه مشات. اذا المتابعه معقوله، وخاصه اللي نتجوا وضاعوا ديك السميه خص يتعاقبوا بما في الكلمه معناها، بحال شي واحد مجرم في الوقت الحرب كيقوم باشياء ضد البلاد، لان البلاد في حرب ضد كورونا فيروس، في حرب باش تحمي المواطن ديالها. كيجي واحد كيهمو غير الفلوس وكيبدا يدير السميه، كيقولوا الناس خايفه دونك لي في بسيكولوجيك راه ما يبداو يسقسيو، بالاضافه ان ربما يعتقدوا ان الامر كذلك ويشريوها. ولو راه شفنا في فرنسا وفي دول اخرى لي ماسك اصبحوا كيديروا 100 اورو واكثر في البدايه، دابا ما كاينينش اصلا، ما كاينينش اطلاقا. وبالتالي باش نقولوا راه تباعوا ب 20 ولا 30 درهم، كنعتقد لا، ومن حقه يدافع على ولادو. ولدو ربما ولدو كان ضحيه، ولكن اللي نتجوا ما كاينش ضحيه. اللي نتجوا يعني يسون دو موفيز فوا. اراده الاجرام راه كاينه، لان هذا هو المهم في القانون. واش كانت اراده الاجرام ولا كنت انت بدورك ضحيه، شريتي اعتقدتي ومساطر قانونيه، عندك لا فاكتور وكان عندك كل شيء، وبالتالي شريتي بواحد الطريقه سيغ الانترنت ولا اوبري دان غروسيست ولا سيمي غروسيست، عطيتي له الفلوس عطاك لا فاكتور. اذا مساله قانونيه، واخا ما احترمتيش بزاف الضوابط، ولكن كتبقى المخالفات التجاريه ماشي جنائيه. ولكن الا انت اللي وضعتيه انت وضعتي بي اف بي 2 باش توهم الناس بانه هذاك باش تحقق ارباح، راه هذا يجرم ما يتصورش، وخص يكون عقاب كبير. وهاد لي ماسك راه من جديد. ها هو واحد المحامي كيظهر لنا المحامين في هاد المره هذه، كاين اللي كيقول واش في لي ريزو سوسيو لربما الدوله كتوظف. انا بكل صراحه منين كنشوف القضيه وكنشوف الكثير من الاشياء وكنشوف الاعتقالات اللي كتدور حول هاد لي ماسك، ما كنظنش بكل صراحه ما كنظنش بانه غيمشي ويعتقلوا ولد زيان باش ينستريمونتاليزي، ورغم ان العداله كنعرفوها لي انستريمونتاليزي بارفوا. ولكن في هذه الحالات هادو ما كنظنش اطلاقا انه الناس اللي تعتقلوا، لان خطوره الافعال ان كيف قلت لكم هذا لي ماسك تباعوا لي بيرسونيل سوانيو. هذا هو الخطوره الكبرى. انت شكون الا ماتوا هذوك شكون كيف يعني يداوي المواطنين ويعطي لهم الدواء كذا؟ بحال بواحد الدوله كان عندها الجيش في لي فرونتيير وكيدافع، ومن بعد ديك الجيش مات لاسباب من الاسباب، شكون غيدافع؟ لا احد. هذيك الساعه المستعمر ولا اللي هاجم غيدخل بكل حريه. نفس الشيء مع هذا الفيروس، الا قتلتي لي بيرسونيل سوانيو، لي زانفيرميير، لي دكتور، الناس اللي اون بروميير لين دون لا ليت كونتر لو كورونا فيروس، سي لا مور، يعني لا مور ديال البلاد. هنا خطوره الافعال، وبالتالي العقاب خص يكون على مستوى اخرى وفي وقت ديال بحال الحرب. هذا هو الخطوره. انت بغيتي تحقق الفلوس على ظهر الناس خايفه وكذا، وبغيتي تحقق الفلوس. هنا مره اخرى ما يمكنوش نقولوا بانه هاد الناس هاد الاولاد هادو راه يعني الاب ديالهم لي بارون ديالهم مسؤولين عن الافعال ديالهم لان كبار. يعني موا بيرسونيلمون شفت في الريزو سوسيو انتم حقوقيين انت زيان لا ظهرتي على حقيقة. انا ما كنشوف شيء، ولكن الاولاد ديالهم داروا افعال خطيره وخص القضاء يعاقبهم. تبارك الله عليكم.